السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الناس اللي بتحب المخلل تجمع هنا في الفيديو ده. بإذن الله لما تجربوا طريقتي هتعجبكم جدا، مش هتبطلوا تعملوها في رمضان بقى، في غير رمضان هيبقى عندكم مخلل طول السنة. سهل جدا وسريع واقتصادي. عايزة تضيفي مكونات، عايزة تشيلي حاجة من اللي احنا حطيناها، براحتك خالص. هتتحكمي في الكمية، هتغسلي الخضار بإيدك ضمن أدواتك. يعني نظيف جدا وموفر واقتصادي عن اللي بتشتريه من بره 100,000 مرة. اعملوا بقى شير كتير لأصحابكم وحبايبكم، لمامتك أو أختك أو أي حد بيحب المخلل. خليهم يلحقوا يعملوه قبل رمضان. هيبقى جاهز معاكي للأكل بعد 3 أيام من دلوقتي. لايك وشير واشتراك في القناة لو أول مرة تشوفوني، وفعلوا زر الجرس. ويلا بينا نبتدي ونشوف المكونات بتاعتنا. معايا جزر وخيار وبصل صغير وفلفل صغير، ومعايا كمان ليمون، ومعايا قرنبيط. القرنبيط لما بيتحط مع المخلل المشكل بيبقى طعمه تحفة جدا، طعمه أحلى من الجزر والخيار وكل المخلل. وكمان معايا واحدة بنجر كبيرة، هي دي اللي هتديني اللون الحلو للمخلل بتاعي، وكمان بتدي طعم حلو جدا. عايزة بقى تضيفي لفت، عايزة تضيفي زيتون، بس الزيتون لازم يبقى متخلل مستوي تضيفيه للمخلل المشكل ده، هيبقى حلو جدا. عايزة تضيفي أي حاجة ضيفي، مفيش مشكلة. عايزة تشيلي أي حاجة من المكونات دي ما بتحبهاش، برضو شيليها مفيش مشكلة. المهم امشي على نفس الخطوات بنفس الطريقة عشان يطلع معاكي حلو جدا. أول حاجة هنعملها طبعا هننضف الخضار بتاعنا كله ونغسله غسلة كويسة. هنقشر البصل ونقشر الجزر ونقشر البنجر، وهنقشر كل الحاجات اللي عايزة تتقشر هنقشرها. وبعدين ناخد الخضار بتاعنا ده كده تحت الحنفية ونغسله كويس جدا. واكتر حاجة محتاجة غسيل في المكونات بتاعتنا هي القرنبيط. لازم ننقعه في مية كتير كده شوية، عشان نتأكد ان هو مفيهوش اي طينة او اي رملة او اي تراب او اي حاجة تبوظ لنا المخلل بتاعنا. لازم تنقعيه شوية الاول، وبعدين تشطفيه كذا شطفة كده تحت الحنفية عشان تتأكدي ان هو نظيف تماما. هقشر بقى البصل معاكم. البصل ده انا ما لقيتش خالص بصل صغير الحجم ده اشتريه، فدورت كده في البيت لقيت كام واحده حلوين يعني هيقضوا الغرض. هم دول اللي هقشرهم واستخدمهم. لو انتي بقى تقدري تشتري كيلو بصل من الحجم الصغير ده على بعضه تحطيه في المخلل، بيبقى طعمه تحفه جدا. البصل من الحاجات اللي بيبقى طعمها جميل لو اتحطت مع مكونات تانية. هنقشر البصل وبعدين نشوف هنقشر ايه تاني بعد كده. نبتدي بقى في تقشير الجزر بتاعنا بالمقشرة كده بتاعة البطاطس، وأي حتة مش عاجباكي هتتخلصي منها. الجزر والخيار لازم تنقيهم حجم كبير عشان ما يغلبوكيش في التقشير وفي التقطيع. وكمان لما تقطعيه وتحطيه في المخلل يفضل محافظ على نفسه لحد آخر حتة في البرطمان أو في الجردل اللي انت هتعملي فيه. لو جبتي الأحجام الصغيرة هتتهري معاكي، ويبقى لازم تاكليه وتخلصيه بسرعة لأن ما بيستحملش. لكن الحجم الكبير ده زي اللي أنا بقشره كده بيطول معاكي، لو حتى لو قعد معاكي شهرين 3 المخلل ما بيحصلوش اي حاجة، وبيفضل محافظ على نفسه كده، ولا بيتهري ولا بيدوب ولا بيحصل له اي حاجة. فخدي بالك من الحتة دي كويس. لازم الخضار بتاعك يبقى حجمه كبير. ندخل بقى على البنجراية القمر بتاعتنا دي ونقشرها ونغسلها، ونبتدي بقى نقطعها مع المخلل. وعايزة اقولك ان البنجراية دي مهمة جدا جدا، ومكون اساسي في المخلل بتاعنا. هي اللي هتديله لون حلو جدا، هتخلينا كده نحبه ونشرب المية بتاعته كده بالمعلقة، هيبقى طعمه جميل جدا. فالبنجر من الحاجات الأساسية في المخلل. طبعا المحلات اللي بتعمل مخللات بره ما بتحطش بنجر، بتحطلك ألوان صناعية. فطبعا اللي انت عاملاه في البيت لازم يبقى مميز. هتضيفي واحدة بنجر كده تديله لون وطعم احلى من اللي بره. بعد ما خلصت بقى تقشير كل الخضار اللي عايز يتقشر، خدته بقى كده تحت الحنفية في حلة كبيرة أو طبق كبير، وقعدت أغسل فيه كذا مرة لحد ما اتأكدت إن الخضار نظيف تماما. وبالذات القرنبيط لازم تتأكدي إن هو مفيهوش أي طينة أي تراب أي رملة تبوظ المخلل بتاعنا. غسلته كويس جدا. بس طبعا الكلام ده مش للبنجر، للخضار. البنجر حطيتها كده تحت الحنفية وخرجتها بسرعة، هي أصلا بتبقى نظيفة، بس مكان ايديكي بقى وانت
وانت بتقشري بتتلحوز كده، فاشطفيها شطفه سريعه عشان ما تنزلش كل اللون اللي فيها. لكن بقيه الخضار اقعدي بقى ادعكي فيه كده لحد ما ينضف ويبقى فله زي ما انت شايفه. في الوقت ده بقى تكوني حاطه كذا بوله كده جنبك، عشان هنقطع كل صنف من الخضار ده لوحده في بوله. هقول لك ليه دلوقتي هنقطع كل حاجه لوحدها مع اننا في الاخر هنقلب كله على بعضه. هقول لك دلوقتي هنعمل ايه بالظبط. دلوقتي زي ما انت شايفه انا بقطع القرنبيط كده زهرات كده صغيره عشان تستوي معايا بسرعه. لو سبتيها كبيره زي ما هي ما تقطعتش هتاخد وقت في التسويه، يعني هتطول شويه، ممكن تاخد 5 ايام او 6 ايام. عشان احنا عايزين ناكله خلال 3 ايام او 4 ايام، يبقى لازم تقطعي القرنبيط كده صغير زي ما انت شايفه. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا وعايزين تعرفوا بقيه الفيديو هنعمل فيه ايه وبقيه الوصفه بتاعتنا، ما تنسوش اللايك والشير، وارفعوا لي الفيديو بكومنت حلو كده منكم، وقولوا لي رايكم في المخلل بتاعي، واشتركوا وفعلوا زر الجرس لو اول مره تشوفوني. وبرضه اكتبوا لي رايكم في القناه وفي الوصفات، وباذن الله هنعمل وصفات حلوه كتير جدا كلها تعجبكم لعزومات رمضان وفطار رمضان وسحور رمضان. كل سنه وانتم طيبين. دلوقتي بقى هنقطع الليمون والفلفل والبصل، هنشوف بيتحطوا ازاي. انا مش مكتره من الحاجات دي لاني ما عنديش حد بياكلها كتير، فهتلاقوني حاطه كام ليمونه كام بصله كام فلفلايه. لكن انتي طبعا الكميه تقدري تزودي براحتك خالص. الحاجات اللي بتحبيها زودي منها، الحاجات اللي ما بتحبهاش قللي منها. الليمونه هقطعها 4 كده من فوق بس مش للاخر زي ما انتم شايفين. البصل طبعا صحيح زي ما هو. الفلفل هشقه شقه بسيطه كده عشان يستوي معايا بسرعه. هي دي الطريقه بتاعتهم وسهله جدا. احطهم بقى في طبق لوحدهم واكمل بقيه المكونات. خلصنا القرنبيط ندخل بقى على الصنف اللي بعده. انا هبتدي بالخيار. عندي السكينة اللي هي المضلعة دي بتاعة المخلل، بتديك الشكل الحلو اللي احنا بنشتريه من بره. طب ما عنديش السكينة دي اعمل ايه؟ بسكينة عادية خالص قطعي التقطيعة اللي انت بتحبيها، مش شرط زي ما انا بقطع. بس خدي بالك قطعي صغير ورفيع عشان يستوي معاكي بسرعة. كل ما تكبري في الحجم كل ما هياخد معاكي ايام اكتر عشان يستوي. عايزة تقطعي بقى دواير، عايزة تقطعي صوابع، عايزة تقطعي شبه اللي انا مقطعاه، براحتك خالص وبأي سكينة. والتقطيع اللي تريحك قطعيها، انت اللي هتاكليه، احنا مش هنعمله نبيعه. وبالمناسبة في ناس كتير بتعمل مشروع ده في رمضان وبتكسب منه كويس جدا. لو انت من الناس اللي بتدور على اي مشروع كده مؤقت في رمضان تقدري تعملي المخلل ده. يعني لو عملتيه دلوقتي هتقدري تبيعي منه من اول يوم رمضان، وهيبقى طعمه حلو جدا وهيبقى كمان عليه اقبال اكتر من المحلات لانه نظيف. يعني الناس لما تدوقه هتعرف ان هو نظيف ومخدوم كويس جدا، احلى من اللي بنشتريه من بره كمان. وادي كمان واحدة البنجر هنقطعها نفس التقطيعة بتاعة الخيار عشان برضو تستوي معانا بسرعة ونقدر ناكلها. اوعوا تفتكروا ان واحدة البنجر دي عشان تدينا لون وبعدين بنطلعها من المخلل نرميها، لا ابدا. بتتاكل زيها زي المخلل بالظبط وبيبقى طعمها احلى منه كمان. حاولوا تدخلوا البنجر في اكلاتكم كتير جدا وبالذات في رمضان. وبالذات كمان لو عندكم اطفال صغيرين بيصوموا حاولوا تدخلوا لهم البنجر في اي اكلة، في الصلصة في السلطة، في مخلل زي كده، في اي حاجه ينفع تحط لها بنجر حطي، عشان تديكي قيمه غذائيه اعلى وتعوضنا عن الصيام، وتعوض ولادنا الصغيرين عن الصيام والتعب اللي بيتعبوه وهم لسه صغيرين وفي مرحله طبعا ان هم بيبنوا جسمهم. فالبنجر من الحاجات المفيده والمغذيه، وبتدي كمان طعم ولون للاكل حلو جدا. حاولوا تدخلوه اكتر في اكلاتكم وان شاء الله هتستفادوا منه. دلوقتي بقى هنقطع الجزر اللي هو اصعب حاجة تقريبا في التقطيع لانها بتبقى ناشفة وما بتتقطعش بسهولة. فخدي بالك من ايدك وانتي بتقطعيها. زي ما قلتلك مش شرط خالص السكينة اللي انا بقطع بيها، تنفع سكينة عادية. لو ما عندكيش السكينة دي السكينة العادية برضو هتقضي الغرض وهتقطع لك. عايزة بقى تقطعي حلقات، عايزة تقطعي نص كده زي ما انا مقطعة صوابع، التقطيع اللي تريحك. المهم ما تكبريش في الحجم عشان ما يقعدش معاكي وقت اطول يستوي. والمخلل بتاعنا النهارده ده طعمه خطير جدا، انضف بكتير من اللي بتشتريه من المحلات. بصوا احنا غسلنا الخضار كام مره تحت الحنفيه. القرنبيطه اتاكدنا ان هي نطفت 100%. الجزر بتقشريه، الخيار بيبقى مليان طينه بتغسليه كويس. اكيد في المحلات
مش فاضيين يعملوا الكلام اللي احنا بنعمله ده بالكميات المهولة اللي هم بيعملوها، وكمان بيبقوا عايزين ينجزوا في وقت قليل جدا. فاكيد ما عندهمش اهتمام بالنظافة، وكمان ادواتك نظيفة، واقفة في مطبخك حاجتك كلها نظيفة. ما تضمنيش بره بيتعمل فين وازاي، والايد نفسها اللي ماسكة الخضار حتى لو الخضار مغسول ما تضمنيش الايد نفسها اللي ماسكاه. اعملوه في البيت انضف واحلى واوفر. عشان بقى المخلل بتاعنا ده ناكله بعد 3 ايام او 4 ايام ومستعجلين، لازم نعمل الحركة دي. نغلي مية، المية هي بتغلي قدامكم، هنزل فيها مكون مكون مش كله مع بعضه، لاني لو حطيتي كله مع بعضه كله هيبقى نفس الطعم، الطعم الاقوى هيروح للباقي. يعني مثلا انت حاطه الليمون مع الجزر مع الخيار، هتلاقي المخلل كله بتاعك طعمه ليمون. فهننزل حاجه حاجه، وبعد ما نطلعها هننزل الحاجه اللي بعدها. لو انت بقى مش مستعجله على المخلل مثلا وهتاكليه بعد شهر او شهر ونص، خلاص ما تعمليش الخطوه دي. احنا هنعملها عشان احنا مستعجلين عايزين ناكله على رمضان باذن الله. فهنبتدي نعمل كده. هننزل الجزر مثلا في المية المغلية، أول ما المية تبتدي تغلي تاني وتقلب كده مع الجزر، هنطلع الجزر بقى على المصفى كده ونحط المكون اللي بعده. اوعي تحطي كله مع بعضه، أنا بنبه عليكي اهو عشان ما ترجعيش تقولي المخلل طعمه مش حلو. هننزل حاجة حاجة في المية المغلية، أول ما المية تبتدي تغلي هنطلعها بسرعة في المصفى، وفي المصفى هنحط كل المكونات على بعض. مفيش مشكلة خالص ان انت تطلعي كله في نفس المصفى. بعد ما طلعنا الجزر هننزل الليمون والبصل والفلفل مع بعض. الليمون هيضيع لنا الريحة اللي بتبقى في البصل، وهيبقى طعمه حلو جدا. بس برضو مش هنسيبهم كتير، ولا هنسيب الليمون يتهري ولا الفلفل. اول ما نحط الخضار، طبعا درجة حرارة المية بتنزل، اول ما تبتدي تاني في الغليان هنطلع الخضار بتاعنا بسرعة على المصفى اللي فيها الجزر. طبعا كل اللي احنا بنقوله ده الخيار ملوش علاقة بيه، الخيار ما بيتحطش في مية مغلية ولا اي حاجة، بيتحط مع المخلل سليم زي ما هو، وبيستوي بسرعة جدا وبيبقى طعمه تحفة جدا من غير ما يتحط في المية المغلية. طب لو عندك لفت هتحطيه في المخلل، اللفت برضو ما بينزلش في المية المغلية. يعني اللفت والخيار تغسليهم وتنضفيهم وتحطيهم مع المخلل على طول، ما بيحتاجوش مية مغلية خالص. اخر بقى حاجة هننزلها في المية المغلية هي القرنبيط. قوليلي بقى ليه ما ابتديناش بالقرنبيط؟ غلط جدا ان انت تبتدي بسلق القرنبيط وبعدين تسلقي بعديه بقية الخضار، عشان القرنبيط بينزل حاجات في المية. يعني المية بتاعت القرنبيط دي مكانها بيعمل انتفاخات وغازات في البطن، وهتتعبنا جدا في الصيام. فاحنا عايزين القرنبيط يبقى اخر حاجة عشان نتخلص من المية دي وما نحطش مكانه حاجة تانية. يا رب تكون المعلومة واصلة لكم، وانا مش عارفة اشرح قوي، بس هو كده القرنبيط لازم يبقى اخر حاجة في السلق بتاع المخلل، عشان بعدين نتخلص بقى من المية دي وما نحطش فيها حاجة تانية. برضو اول ما المية تبتدي تقلب كده ما نستناش القرنبيط لما يستوي، هنطلع على طول في المصفى اللي فيها بقية الخضار. ولو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ولسه ما حطيتوش اللايك، فضلا وليس امرا اعملوا لايك وشير، وارفعوا لي الفيديو كومنت حلو منكم وقولوا لي ايه رايكم في الوصفة بتاعتي النهاردة. بعد ما سلقنا الخضار بقى كده وبقى جاهز معانا ان احنا نحدقه بقى ونحط الملح والخل والليمون والحاجات الجميلة بتاعة المخلل. معايا هنا في الطبق 2 لتر من المية المغلية اللي متبردة. يعني بعد ما تغلي المية سيبيها تبرد تماما، وبعدين نحط فيها بقى المكونات بتاعتنا. ليه بنعمل كده؟ عشان المية لو مش مغلية المخلل بتاعك هيعمل ريم كده من على الوش، وتفضلي كل شوية عايزة تغيري المية بتاعته. فالخطوة دي بتخلي المية بتاعة المخلل نظيفة لحد آخر حبة. حطينا بقى لكل لتر مية معلقتين كبار هرميين من الملح الأبيض ومعلقة كبيرة من الشطة. يعني حطينا 4 معالق كبار من الملح ومعلقتين كبار من الشطة. لو مش بتحبي الشطة تقدري تستغني عنها خالص، لو مش عايزة. لو بتحبيها يبقى تحطي لكل لتر معلقة كبيرة من الشطة، وما تزوديش عن كده عشان ما يبقاش حادق قوي ويتعب معدتك وانتي صايمة. المعيار اللي بقولك عليه ده مظبوط جدا. قلبنا بقى الملح والشطة كويس جدا، دوبناهم. بعد كده هنحط كوباية الا ربع من عصير الليمون
وكوباية الا ربع من الخل، وكام واحدة من ورق اللورا كده هتحفظ المخلل بتاعي وتخليه ريحته حلوة وقوية جدا جدا لحد اخر حبة مية كده معاكي هتشربيهم، ومش هيبقى ليهم اي ريحة وحشة ولا كمكمة ولا اي حاجة. ساعات لما بتيجي تفتحي المخلل كده بعد فترة بتشمي ريحة كمكمة كده مش ظريفة وبتضطري تغسلي المخلل بتاعك. لا، لما تحطي بقى ورق لورا مش هتحتاجي تغسلي المخلل ولا هتشمي اي روايح مش ظريفة، بالعكس هيخلي ريحته حلوة جدا وطعمه كمان جميل. فورق اللورا يعتبر مادة حافظة للمخلل. وهنحط كمان واحدة البنجر اللي احنا قطعناها ونقلب كويس جدا قبل ما نضيف بقية المكونات بتاعتنا. سبته بقى حوالي 10 دقايق كده لحد ما البنجر نزل لون كده في المية، ورجعت اقلب تاني. وبعد كده هنزل بقى بالخضار بتاعي اللي انا كنت مطلعاه في المصفى عشان يتصفى كويس جدا. هنزل بيه بقى هنا كده وهديله تقليبة، وهتأكد ان المية مغطية المخلل. لو مش مغطية واحتجتي مية تاني هتضيفي برضو مية مغلية ومتبردة. اوعي تضيفي مية من الحنفية، هتعمل معاكي ريم على طول على وش المخلل. لكن المية المغلية عمرها ما بتعمل كده ابدا، ويفضل المخلل بتاعك نظيف وريحته حلوة لحد اخر حتة تاكليها، بيفضل نظيف وطعمه حلو جدا. فاوعي تزودي مية من الحنفية، لازم تبقى مية مغلية ومتبردة. اخر خطوة بقى معايا هي هنحفظ المخلل ده في ايه وازاي. لازم تحفظيه في حاجات محكمة الغلق، يعني بتتقفل كويس جدا عشان ما يدخلوش اي هوا ولا رطوبة ولا يعمل مني كريم ولا يبوظ ولا ينشف ولا يحصل له اي حاجة، ويفضل معاكي اطول وقت ممكن طعمه حلو. فعايزة بقى تحطي في برطمانات ازاز، برطمانات بلاستيك، علب تلاجة، اي حاجة عندك بس تكون بتتقفل كويس. انا هنا جبت الجردل ده بعمل فيه كل سنة وبغسله بعد ما يفضى واشيله نظيف واطلعه السنة اللي بعدها اعمل فيه برضو. دوري بقى على كيس عندك كده يكون متين ويكون نظيف، بلاش الاكياس الخفيفة عشان بتتحلل، الكيس ما يستحملش تحطي فيه ملح وخل وليمون، فهتلاقيه داب كده مع الاكل بتاعك. لازم يكون كيس كده نظيف ومتين زي اللي انت شايفاه ده، زي اللي بيتحط في السوبر ماركت برضو بيبقى فيه مخلل بيبقى شبه ده بالظبط. هتجيبيه وتحطيه كده جوه الجردل وتفضي فيه المخلل وتغطيه بالميه، لازم الميه تبقى مغطياه عشان يستوي كله ويبقى طعمه حلو. انا كنت بحسب الكميه اللي انا عملتها الجردل ده هيكفيها، بس طلعت ما شاء الله كتير، فقسمتها بقى على 2. يعني شلت، حتى بصوا في الاخر هتلاقوني متردده احط ولا اشيل لان الكميه عندي كبيره، فقسمتها على 2. وهنربط الكيس كويس جدا وهنقفل بالغطا بتاع الجردل ونشيله بقى كده في اي حتة في المطبخ لحد بإذن الله اول يوم رمضان هتفتحي هتلاقيه حلو جدا. بعد كده بقى هنربط الاكياس دي باي رباط عندك. انا ربطت بالابزين ده بتاع الكهرباء متوفر عندي، طبعا مش متوفر عندنا كلنا، فهتربطي باي حاجه، اربطي الكيس نفسه، اربطيه بقماشه باستك بتوكه، اي حاجه، المهم تقفلي الكيس كويس جدا عشان ما يدخلوش اي هوا. بعد كده نحط الغطا بتاع الجردل وتركنيه كل يوم او يومين، تيجي تمسكي الجردل كده وتهزيه هزه بسيطه عشان تقلبي الميه في كل المخلل. وعلى اول يوم رمضان باذن الله هتفتحي عليه هتلاقيه طعمه خطير وهيعجبك جدا. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. علقوا لي بقى وقولوا لي ايه رايكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك لو لسه مش مشتركين، واسيبكم في حفظ الله واشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه.